ازيكم؟ كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ الامور هانية. انا دابا في البيرو ديالي، يعني داك المكتب ديالي اللي كنحط فيه داكشي ديالي الخصوصيه زعما كما كتشوفوا. المهم انا جيت اليوم باش نقدم لكم واحد الحاجه زوينه و وسهله ومفيده، يعني تقدروا تصايبوها في الدار ديالكم. غير خاصكم شي حويجات، المهم باش تصايبوها. هي سهله. أه ها هي غنوري لكم دابا وغادي تشوفوها. هذه كريطينه. كي جاتكم هاد الكرتونه زوينه، خليو التعاليق ديالكم وقولي كيف جاتكم الكريطينه، كيفاش زعما المنظر وشنو خاصه وشنو ناقصه. المهم ها هي شتيها. هادي ما غادي توقعوهاش شناهي، ديك الكرتونه ديال التمر اللي كيكون صغيور قد هكا. كريطينه صغيره تقدري تستعمليها، تقدري تستعملي حتى كرتون كبيره ماشي مشكل. مهم هاد البابي تا هو راه قضيته قضيه. هذا لو البابي ديال المصبانه. ها هو. كنختار اللي كيكون لونه بحال هكا زاهي وزوين وعاطي النظره، ماشي دوك البايضين ولا الكري ولا شي حاجه. هذا كيكون عاطي النظره، هو اللي تستخدمي كيجي بحال بابي كادو داكشي. ها هو. يلا غادي نصايب لكم واحد الكرتونه اخرى، نصيبها لكم في الفيديو. غادي نوريكم كيفاش تلصقوها. هي هذه، ها هي قدامكم. ها هو، هي موجده داكشي ديالي. هذه كرتونه راه ماشي ديال التمر، هذه كرتونه ديال النيميريك. داك واحد لاباري ديال النيميريك اللي كيكون لاصق مع التلفاز، يعني بلا توصيل بلا والو. المهم ها هو البابي ديالو، شتي؟ ها هو ممرض. ها هي الكريطينه شوها. ها هي كلها غادي نغلفها لكم، ولكن دابا نوريكم. ها شتي؟ ها شتيها؟ حتى غادي نخدمها، ندير لها حاجه ديالتها. هذا تا هو راه غنخدمو، غادي ندير ليه كريطينه تا هو ديالته بوحدو. اي كرتونه كتخدمي بها صغيره الحجم كما كانت، تقدري ديري كبيره وتجمعي فيها شي حاجه بحال ما عرفتش تقدري ديري في الكبيره. المهم انا في الصغيره نوريكم اش كندير فيها. كما كتشوفوا هذه هي الواجهه اللي عليها كلشي، يعني هي اللي ديري بها شي بابي زوين يغطي. انا بلاتي بحال هادي. انا ما نديش العصا ديال السيلفي، يعني كنخدم مع بيد وحده ويد وحده شاده التليفون. خاصكم تصبروا عليا. كما كتشوفوا هنايا هما فيهم الدوايات، شتيها؟ ها مجموعه ديال الدوايات، وهنا الحليب، هنا بزاف ديال الدوايات. هادي هنايا وتقدري تخدمي فيها، تحطي فيها مثلا المكياج ديالك ولا اي حاجه، مثلا لاستيكه ديال الشعر، مقاب، طوانق، المواقن. يعني انا عطيتك فكره والباقي عليك نتيا. ممكن تشوفوا انا استعمل جوج، هذا حتى لتحت ماشي مشكل، راه هو تا هو مغلف من التحت تا هويا. هذا ماشي مشكل، كتغلفيه باش ما كان عدي باش ما كان. المهم هذه هي الواجهه اللي مهمه، هي كتغلفيه من الداخل ومن برا. ها هي كتجي بحال شي حاجه زوينه، وتقدري تزيدي عليها الدونطيل ولا تزيدي عليها ديري صديفات. طلع ما ديري داكشي كيبقى. انا بغيت نخليها سامبل، يعني بلا زواق بحال اصلا ديال الدوايات، ولكن الا كانت شي حاجه اخرى تقدري تستعمليها. ديري الدونطيل، ديري شي سينتا، صديفات، موزونه، عقيق. داكشي كيبقى اختياري، عاوتاني على حساب اللون ديال سميتو، يعني داكشي كيبقى اختياري ديالك. المهم انا في فيديو اخر غادي نتلاقى معكم وغادي نوريكم كيفاش غادي تلصقوا داكشي ديالكم، كيفاش غادي تصايبوه، كيفاش غادي ديروه بمرحله بمرحله، باش ما تقولوش غشيتكم ولا شي حاجه. المهم ما تنساونيش اشتراك في قناتي منوعات يوتيوب، يعني كنحط اي حاجه طبخ داكشي، اي حاجه زوينه كنحطها، اللي كتكون زعما جربت على يدي، وكنحط لكم حتى الاسرار. ما تنساونيش اشتراك ومشاهده، بارطاجي مع صحابك، بارطاجي مع صحاباتك. وإلا ما شي حاجه ما عرفتوش ليها، خليو التعليق ديالكم، ولا عجباتكم نتايا خلي التعليق ديالكم، وشاركوني ارائكم هو عليه علاش غادي نزيد وغادي نوقف. يعني كان شي حاجه خايبه قولوها لي، كان شي حاجه زوينه قولوها لي، عجباتكم قولوها لي. المهم ما تنساونيش بالاشتراك، مشاهده،
آم، بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، والتعليقات اللي هي آراءكم اللي كنتسناها، ونبغي نعرف كيف جاتكم الحيلة ديالتي. مهم، تنتلاقاو في فيديو اخر اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نصايب الكرتون ديالتي. ما تنساوش مطبخ زينب الدريني. بغيتو تدخلوا الباج ديالي، دايره فيها وصفات مصوره ومكتوبه مع زينب الدريني. اللي بغى يدخل الباج ديالي ويشاركني بشي وصفه ولا شي حاجه ولا شي حاجه، المهم تراسل معايا، مرحبا بكم، انا ما عنديش اشكال. الباج ديالي راه غادي نخليها لكم في التعليقات، تعليق مثبت، بغيتو تدخلوا مرحبا بكم. مهم خليكم مره اخرى في فيديو اخر غادي نكمل لكم الطريقه كيفاش غادي تسوق هادشي ديالك الكريطينه في ديال الكرتونه ديال لاباراي ديال النيميريك ديال التلفازه، نوريها لكم وشوفوا كي دايره. يلا بسلامه وخليتكم على خير، وما تنساوش الاشتراك ومشاهده وبارطاج. عافاكم كتير عليكم. مهم، الا بغيتو نعاود لكم الفيديو حتى باللغه العربيه ماشي مشكل. اذا كان هناك احد ليس مغربي لم يفهم كلامي، سوف أضع الفيديو باللغة العربية حتى يفهمه الجميع. لذا إذا كان هناك مشكل في اللغة العربية فاتركوا لي التعليق حتى أصبح أتكلم باللغة العربية حتى يفهمني الجميع. فإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. سأريكم طريقة تزيين علبة، تزيين لتصبح ذات منظر مثل هذا الشكل، حتى لا يتعرفون على ما هي هذه الكرتونة. المهم السلام عليكم، مستيعزي شوية الضحك، المهم خليكم على خير، باي باي.